بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم في العفو. كلمة العفو دي لو وصلنا لها وحققناها هنسعد في الدنيا وفي الآخرة، هنرتاح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين. بس ربنا ما قالش عن المسلمين، قال والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ربنا بيقول والكاظمين، يعني إيه؟ يعني اللي يعرف يبلع ويعدي. أنا عارفة إن القلوب مليانة، وما فيش حد زي ما بيقولوا كده مرتاح، لكن احنا لو حققنا معنى العفو هنسعد الدنيا والاخره. ربنا بيقول والكاظمين، كاظمين يعني اللي يعرف يبلع ويعدي، اللي تطل الموجة عشان تعدي. مالهم يا رب؟ قال ربنا يحبه. ربنا بيحب الناس دي. ربنا بيحبهم ليه؟ لان احنا موجودين في الدنيا دي. الدنيا دي مش دار نعيم، الدنيا دي دار امتحان. كل واحد فينا في امتحان. يعني كل واحدة فينا معتقدة ان المشكلة اللي في حياتها مشكلة الشرق الاوسط، ملهاش حل، وما فيش حد عنده مشاكل زي. لكن في حاجة مهمة لازم نعرفها كلنا، ان ربنا ما بيشيلش البني ادم غير اللي يقدر يشيله بس. الكلام ده مهم جدا. المشكلة اللي في حياتك ايا كان حجمها، اللي انت معتقد ان هي ما تنحلش، تقدر تشيليه. ده ربنا اللي قال، مش انا والله. ربنا قال في خواتيم البقرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه؟ يعني غير اللي تقدر تشيله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في خواتيم البقرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انا ما بنشيلش البني ادم غير اللي يقدر يشيل بس. هتقولي لي يعني المشكله الكبيره اللي انا فيها دي، اللي انا عارفه ان هي ما تنحلش، او بيقولوا لي مش هتنحل، وما فيش حد عنده مشكله زيك، نقدر نشيلها؟ اه والله نقدر. نقدر لو التزمت كما قال الله وقال رسول، لو رضيت. مشكلتنا في حياتنا ان احنا مش عايزين نرضى، وعدم الرضا اساسه قله ايمان. ايمان شويه. لكن انا لو رضيت ربنا هيرضيني. خلي بالكم الكلام ده نحط زي ما بيقولوا كده تحت مليون خط. لو رضيت بنصيبي ايا كان نصيبي، نصيبي ان جوزي مغلبني، نصيبي ان ابني متعب، نصيبي ان عندي عيل مريض، نصيبي ان مديري في العمل مغلبني، نصيبي ان العيشه ضيقه، نصيبي ان اهل بيتي تعبني، نصيبي ان الناس بتعمل معايا مشاكل غيرانين مني، ما هم مش طايقيني علشان خاطر متميزه عليهم. كل دي امتحانات. كل اللي يدخل الحزن على ابن ادم سبحان الله تعرفي ان ده امتحان، يدخل تحت كلمه بلاء. ما هو ربنا مش جايبنا في الدنيا عشان يعذبنا، ربنا جايبنا في الدنيا عشان خاطر فيه درجه هناخدها. احنا عاملين كده بالبلدي زي طلبه ثانويه. انا عايز نبقى الدكتور فلان او المهندس فلان. مش هنبقى الدكتور فلان او المهندس فلان وانا طول النهار نايم وطول الليل على النت. ما ينفعش، ما نستاهلش اللقب. يبقى علشان خاطر نبقى الدكتور فلان او المهندس فلان لازم نذاكر، لازم نجتهد، لازم نبعد عن اللعب شويه، لازم نبعد عن كل اللي يعطلنا عن مستقبل شويه. طب احنا مستقبلنا في الدنيا ان انا عايز نطلع من الدنيا ناجح. يا رب ارزقنا النجاح والفلاح يا رب. عايز نطلع من الدنيا ناجح. نطلع من الدنيا ناجح ببلاش. مش لازم نخش امتحان ويبقى صعب عليا ونتحمله. ايوه، لازم ندخل امتحان، والامتحان على قد ايماني، على قد درجه ايمانك. الامتحان مش عادي، على قد درجه ايمان العبد هيبتلى، كما قال عليه الصلاه والسلام، قال يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء. قال فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط.
ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي ابن ادم على قد ما يتحمل، على قد درجه ايمان. هتقولي ده نطلع من مشكله نخش في مشكله. طب كويس ان انت زي ما بيقولوا طلعت بسلام، طلعت بسلام، شد حيلك عشان تطلعي من دير اخرى. هتدخلي في شد حيلك عشان تطلعي من دير اخرى. خلي بال حضرتك، انا عايزاكي اعتبري المشكله اللي في حياتك عباره عن واحد حدفك بطوب. الطوبه اللي حدفك بها دي ما تحدفهاش تاني، خديها وحطها تحت رجلك وقفي عليها، هتلاقي نفسك عليتي. جات لك طوبه تانية حطها فوقها واطلعي عليها، جات لك طوبه ثالثه حطها فوقها واطلعي، هتلاقي نفسك عليتي على الكل وتقربتي من الله. انا عارفه ان الكلام ده يا عيني عايز مجهود ومش مجهود عادي، بس ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاه. انا مش هننجح في اللي انا هندخل فيه الا بايماني بالله سبحانه وتعالى، لازم يبقى ايماني سليم. عايزاك كده لما تدخلي مشكله ما تروحيش لفلانه تحكي لها فلانه ثاني يوم تلاقي نفسك على الفيس. لا، انا عايزاك لما تدخلي مشكله ادخلي كده وتوضي وصلي ركعتين وقولي له مالياش غيرك نشكي له. ايوه، اشكي لله سبحانه وتعالى، مش هيفتش سرك، هياخد بايدك. بدل لجأتي له سبحانه وتعالى مش هيضيعك والله. بس لما تلجئي الجئي بقلب، مش لجوء عادي، لازم يبقى لجوء خالص لله سبحانه وتعالى عشان ندخل تحت قول الله والكاظمين الغيظ والعافين. سيدنا عليه الصلاة والسلام بيقول من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه فلم يمضيه. يعني أنا نقدر نجيب حاجة، يعني اللي هو أهن ديت أنا مش هنغلب فيه أو مش هنغلب فيه، لا ده أنا نقدر نجيب حاجة. قال من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه فلم يمضيه. أنا سبت حق لله. هتقول لنا سبت كتير وما فيش فايدة، سبت كتير وبيعتبروه ضعف. بقوا في ناس لما تتعامل معاها بأدب واحترام يعتبركوا ضعيفة ما مش عارفة ترد يعني. سبحان الله العظيم. لكن لا، ده أنا مش سايباه علشانها، ده أنا سايباه لله سبحانه وتعالى. بما إني سايباه لله سبحانه وتعالى يبقى مطلوب مني إن أنا خلاص أنا بنكمل لله، وأنا بنسامح عشان خاطر ربنا مش عشان خاطرها. يمكن هو ما يستاهلش، يمكن هي ما تستاهلش، لكن أنا بنسامح لله سبحانه وتعالى. بما إن بنسامح لله سبحانه وتعالى يبقى هننجح. هي مش في دماغي ولا هو في دماغي، أنا اللي في دماغي حاجة واحدة، إن أنا دخلت الامتحان ده عايزة ننجح يا رب، عنا ننجح يا رب. هيعينك وهتنجح. خلي بالك يا غالي، هتشوفي ثمرة ده في الدنيا، يعني ثمرة عفو، ثمرة إن أنا تحملت، هتشوفي جزء منها هنا في الدنيا مش هتضيع. لأن الرسول قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه فلم يمضيه كان حقا على الله أن يملأ قلبه رضا في الدنيا وفي الآخرة. هتحس في الدنيا بالرضا وهتحس في الآخرة بالرضا. يعني أنت هتذوق حلاوة صبرك هنا، مش هتضيع منك. والناس هيقولوا أيوة فلانة ربنا بارك لها لأنها صبرت، فلانة ربنا خلى لها عيالها وبقوا أحسن من اللي كانوا زي ما بيقولوا كده بيظلموها، لأنها تحملت، لأنها ست تعرف ربنا، لأنها ما قابلتش السيئة بالسيئة، ده كانت بتقابل السيئة بالحسنة. سبحان الله العظيم. سيدنا قال في حديث ثاني، قال من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه فلم يمضيه. إيه اللي يحصل يا رب؟ إيه اللي يحصل يا سيدنا؟ قال كان حقا على الله أن يخيره يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين ما شاء. يعني إيه؟ يعني أنا سامحت عشان خاطر ربنا، يوم ما نقوم لرب العالمين ربنا سبحانه وتعالى، لما نقوم كده لرب العالمين سبحانه وتعالى ربنا يقول فلانة يا أهل المحشر، فلانة دي كان لها حق عند فلان وسامحت علشان. زي احنا كده ولله المثل الأعلى، احنا في قرية النجيلة، يعني مثلا واحدة عندها مشكلة والناس اتدخلت ما هيش مقتنعة، فراحوا لعمدة البلد وقالوا له يا حضرة العمدة فلان عندها مشكلة، كل ما يروح لها حد مش عايزة تحل المشكلة يقول لهم سيبوني بقى من لها وأنا رايح له. حد كده ما يخبط حضرة العمدة علي ويدخل أنا جاي لك بخصوص الموضوع، تقول له خلاص يا حضرة العمدة مجيتك ده كده خدت حاجة. المثل عندنا في الفلاحة بيقول من جالك لحدك جاب الحج عليه. ده أنا شرف لي إن العمدة جالي
علشان خاطر يقول لي حقك علي واللي انت عايزاه هنعمله لك. ده الملك سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي هيقول يا اهل المحشر فلانه دي سامحت علشاني، تحملت في الدنيا علشاني. خلي بالك الكلام ده نحطه حلق في وداني، لان احنا في زمن كلنا بناكل في بعض، ما احناش طايقين بعض لدرجه الواحده لا طايقه عيالها ولا طايقه نفسها ولا طايقه جثه ولا طايقه العيشه ولا طايقه اللي عايشين، كله بيخبط في بعض. ليه؟ لان احنا ايماننا بالله قال، ولما ايماني بالله يقل هتبص تلاقي كل حاجه حواليا بتخفى. سبحان، لان ربنا قال الكلام ده في القران، قال ومن اعرض عن ذكري، يعني اللي ورد في الكتاب والسنه ما قال فان له معيشه ضنكا بنص القران، مش هيحس بالسعاده. والله لو ملك العالم بسلطانه او بجبروته او مش هيحس بالسعاده. ليه؟ لان ربنا قال كده، قال بما انه بعيد عني لو ملك الدنيا هتبقى عيشته ضنك. ده كلام الله والله مش كلام. قال هتبقى عيش مش كده بس، قال ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انا بعت لك رسل ومعاهم دستور، الدستور اللي هو القران اللي انا بعته لك مع سيدنا عليه الصلاه والسلام، انت ما التزمتش بيه، انت زعلان مني ليه؟ جاء لك نبي ومعاه الكتاب وكنت بتسمع في القران في اذاعه القران وبتسمع في المساجد ومعاك النهارده وسائل التواصل بتعرف منها المعلومه اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه. انت عارف ان انا لو سامحت ربنا سبحانه وتعالى هيعفى عني، ان انا مطلوب مني ان يبقى هين لين، من صفات المؤمن انه يبقى هين لين، مش طايق نفسه، مش تكلميها كانك بتاكل وتمسحي في دماغها، ما هيش طايقه نفسها، تقول لك لا 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 انا ما نعرفش، تبقى تعرف ده الحال بتقول لك ما نعرفش، ما تعرفش ان الكلمه الطيبه صدقه، ان هي لو ساعدتني بكلمه ممكن تكون ده سبب نجاتي قبل ما تكون سبب نجاتي وحل مشكلتي. فربنا سبحانه وتعالى جه في اخر الايه قال ايه؟ قال والله يحب المحسنين. تخيلي انا لما نبلع ونعد هنصل لدرجة الإحسان، وهي أعلى درجة من درجات الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه لما قال له يا رسول الله في الحديث الطويل، جه في الآخر قال له وما الإحسان؟ قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. وكل عام أنتم بخير حبايبي، ألف شكر حبيبي، كل سنة